عندنا موز كتير بيبوظ من الحر. هنعمل بيه النهارده حاجه لذيذه كده وسريعه. هنعمل بودنج الموز. هنستخدم كل الموز اللي موجود عندنا بدل ما يسود ويبوظ. الحر بيخلي الموز ما يقعدش كتير. هنستخدمه دول 10 حبات موز. هنعمهم بالهاند بلندر خالص كده خالص، يعني يبقى ناعم زي ما يكون عصير. وهبدأ اضيف عليه الحليب. دول حوالي لتر حليب، لان انا هعمل منه نوعين، نوع سادة ونوع بالشوكولاتة او بالكاكاو. حطينا عليهم 5 معالق نشا، 5 معالق كبار نشا، ونص كوباية سكر. طبعا مش هزود اكتر من كده لان الموز طبيعي مسكر، فهي نص كوباية او تلت كوباية سكر حلو قوي. هستخدم بسكوت سادة اللي هو البسكوت بتاع الشاي، اي نوع تحبوا تستخدموه. هطحنه وهنعيمه خالص عشان هستخدمه قاعدة للبودنج اللي احنا هنعمله. هبدأ احطه في الاكواب او في القوالب اللي انا هستخدمها. بطحنه خالص البسكوت، بنعمه، وهبدأ اجيب القوالب اللي انا هستخدمها. انا مستخدمة القوالب دي، ممكن نستخدم اي حاجة موجودة عندنا في البيت، بس هي بتدي شكل حلو يعني، وهي متوفرة عندي اساسا. فهبدأ احط بتاع حوالي ربعها كده، حوالي معلقتين كبار من البسكوت تحت في القاعدة، وهضغط عليهم اسويهم كويس. بعد كده هبدأ استخدم البودنج اللي احنا عملناه. انا خدت هنا نص الكمية، حطيتهم على النار، نار هادية كده، بهدي النار وبفضل اقلب بالويسك في ايديا لحد ما يتقل خالص، يبقى عامل زي قريب للمهلبية كده، بودنج يعني. الموضوع سهل وبسيط، وهنستخدم الموز بمنتهى السهولة، وطعمه حلو وخفيف جدا، ولما بيسقع بيبقى تحفة. هبدأ اصبه فوق البسكوت وهسيبه يبرد في التلاجة بتاع حوالي نص ساعة لحد ما نكون نكمل نعمل بقى الجزء التاني اللي احنا هنعمله. نفس الخليط او بقية نص الخليط هنضيف عليه حوالي 3 باكت صغير من الكاكاو، حوالي 3 معالق كبار. هضربهم معاهم تاني عشان اخد اللون بتاع الشوكليت. وهعمل نفس الطريقة اللي استخدمت فيها الفاتح الاول، برضو على نار هادية. هاخده على النار بالراحة كده واقلب فيه لحد ما يتقل معايا الخليط ويكون طبقة البودنج اللي احنا هنستخدمها. بس المرة دي البسكوت انا مش هخليه مطحون، انا هكسره تكسير كبير شوية كده يبقى واضح. دي قوالب بشكل تاني بكسر فيها البسكوت، يعني احنا هنستخدمه على شكلين بحيث ان هما ما يبقى فيه تنوع، ما يبقوش الاتنين شبه بعض. تكسير هنكسره كده تكسير كبير، نحطه زي ما احنا حطينا من تحت، ونبدأ نصب عليه خليط البودنج بتاع الموز بالشوكولاتة، الموز بالكاكاو. انا في الجزء الاولاني في اللي هو الفاتح انا ما مليتش الكوبايه على الاخر، سبت لها جزء كده لان انا هعمل صوص شوكليت وهحطه عليه. لكن هنا انا مش هحط حاجه، انا هزوق ببسكوت مكسر او مفتفت فوق الوش. عندي بسكوت لوتس، بواقي بسكوت لوتس هرشها فوق الوش، هزوق بيها بس. ده كده خلاص خلص، ده هيدخل التلاجة كده خلاص، ملوش مرحله تانية. لكن احنا البودنج الفاتح اللي احنا عملناه الاول هنرجع نعمل له صوص شوكليت وهنزوقه كمان. الموضوع سهل، ما بياخدش وقت خالص يا جماعة. يعني بدل ما نبقى محتارين الموز بيبوظ، الموز بيسود، ما بيلحقش نستفاد منه، لا نستفاد منه ونعمله حاجة حلوة ولذيذة لولادنا كده، وتبقى ساقعة وفي نفس الوقت يبقى نوع حلو ويشرف يعني، حتى شكلا لو قدمنا للضيوف. صوص الشوكولاتة طبعا حطيت شوكولاتة غامقة
باكيتات شوكولاتة غامقة، وحوالي حطيت عليهم معلقتين حليب كبار، سيحتهم في الميكروويف. اول ما الشوكليت تسيح هنبدأ نضيفها فوق الوش، هنعمل بيها طبقة فوق الوش. وانا كان عندي زبدة لوتس كنت انا عاملاها في البيت، هبقى اكتب لكم الطريقة برضو، وهنعمل مع بعض برضو فيديو. حطيتهم برضو، حبيت انوع بس في الطعم، فوق كام واحدة كده. بس هيطلعوا بالشكل الجميل ده، شكل تحفة وطعم جميل جدا. شوية سبرانجلز بقى عندي هزوق بيهم فوق الوش. انا بوريكم كده الطبقات، الثلاث طبقات فوق بعض عاملين ازاي الشكل، مدين شكل تحفة جدا كأنها حاجة جاهزة جاية من بره. وادي السبرينجلز انا رشيته فوق الوش. هنحطه بقى في التلاجة يسقع، وبالهنا والشفا، في الصيف ده تحفة.